أهلا بيكم في وقفات مع الذات. حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنفكر فيها بس قليل مننا بيواجهها قبل أن يمحى اسمك من سبورة الدنيا. السؤال اللي بيخوف. بص كده، انت فاكر آخر مرة مشيت في مقابر؟ لو مشيت بين القبور ده هتشوف أسامي كتيرة. محمد أحمد مات سنة 1985، فاطمة علي ماتت سنة 1992، عبد الله محمود مات سنة 2010. كل واحد من دول كان زيك بالظبط، كان بيصحى الصبح، بيشرب الشاي، بيتكلم في التليفون، بيضحك، بيزعل، بيحلم بكرة، بس دلوقتي مجرد اسم على حجر. والسؤال اللي مفيش حد فينا يقدر يهرب منه، انت هتسيب ايه ورا؟ خلينا نتكلم بصراحة، انت دلوقتي عايش في الدنيا دي منشغل بأشياء كتيرة: الشغل، الأكل، الفلوس، المشاكل، الأحلام، السهرات، الأفلام، وفجأة تيجي لحظة ولو لثانية واحدة تفتكر فيها إنك مش هتفضل هنا للأبد. الدنيا دي مش بيتك، أنت مجرد ضيف. وأكيد سألت نفسك، طيب أنا عملت إيه في الزيارة دي؟ تعال نعمل تجربة مع بعض. اقفل عينيك شوية وتخيل إن دلوقتي آخر يوم ليك في الدنيا. إيه اللي هيفضل منك؟ الفلوس اللي جمعتها مش هتاخدها معاك، العربية الفخمة مش هتنفعك، البيت الواسع هيفضل لغيرك، المنصب والشهرة الناس هتنساك بعد شوية. بس في حاجات هتفضل: الكلمة الطيبة اللي قلتها، الصدقة اللي خرجتها، الدعوة اللي علمتها لحد، الابتسامة اللي رسمتها على وش حد تعبان. في حكاية بحبها عن رجل حكيم كان عايش في زمان ساحق. الرجل ده ما كانش غني وما كانش مشهور وما كانش ليه منصب كبير، بس كان عنده عادة غريبة. كل يوم قبل ما ينام كان بيسأل نفسه سؤال واحد: لو مت النهاردة الدنيا هتبقى أحسن ولا أوحش عشاني؟